2 كاملين بعد كتب الكتاب ما حاولش يلمس ايديا، ولا مرة حتى جاب لي هدية، ولا حتى خرجني. كنت فاكراه بخيل، بس بعد الجواز عرفت ان السبب افظع من كده بكتير. انا اتخطبت له من 2 كتبنا كتب الكتاب بدري عشان نخلص من الزحمة بدري بدري، لان شغله فيه سفر كتير. بس طول ال2 دول ما كانش فيه ولا خروجة واحدة بس، ولا حتى كان بيزورني. زي ما يكون مغصوب على الجوازة دي. ومهما اقول لاهلي على اللي ناقصني كانوا دايما يقولوا لي انت بتدلعي، ده جوزك بكرة لما تدخلي بيته هيشبعك خروجات. بس دايما كنت حاسة ان في سر غامض، في سر غريب ورا الراجل ده. افعاله الشخصية كانت غريبة، كل شوية يقول لي مشغول، وكل اللي كان بيجيبه ليا في المناسبات 200 أو 300 جنيه بيحطهم في ايديا وبيمشي، ما بشوفش وشه تاني. انا مش فارق معايا الفلوس، بس المهم عندي الاهتمام والحب. الاهمال بيكسرني من جوايا. ما كانش حتى في فرح صغير لكتب الكتاب، ولا حتى حفلة خطوبة بسيطة. كل فرحتي بقت متعلقة بيوم الفرح، يوم الدخلة يعني. واللي اتفاجئت انه كمان مهدد بانه ما يحصلش، عشان ببساطة العريس مش معاه فلوس. قبلها نزلنا نتفرج على العفش كذا مرة مع بعض، ما عجبنيش اي حاجة، كله كان شعبي وضعيف. فجأة راح هو من ورايا اشترى 3 اوض ورق اي كلام بأقل من 40,000 جنيه. لا خد رأيي ولا حتى عبرني. وانا اللي هعيش في الشقة دي مش هو. هو شغله كله كده كده كان سفر. الشقة اللي هنعيش فيها بقى ايجار، والدهانات بتاعتها قديمة من ايام افلام الابيض والاسود. لونها كان فوشيا فاصفر فازرق، حاجة كده لخبطة، مفيش فيها اي ذوق. قلت له الشقة لازم تتوضب على ذوقنا، احنا عرسان جداد وهنستقبل ناس دايما. رد وقال لا مش هدهن شقة، الشقة دي مش بتاعتي اصلا، هدهن حاجة مش بتاعتي ليه؟ رديت عليه وقلت له طب انا عروسة جديدة، مش لازم افرح بكل حاجة جديدة؟ لما قلت له على فستان الفرح والميك اب قال لي الاسعار دي كلها فوق طاقتي، وكان عايز يخلي اخته تعمل لي الميك اب والبس فستان جوازها، واللي هو لا هو شبهي ولا حتى ذوقي. طب دي بقى ليلة عمري، عايزة احس ان ملكة في يوم فرحي، ازاي ما يبقاش ليا رأي فيها؟ انا متأكدة انه مش بخيل ومش حريص، بس هو مغصوب على الجوازة دي، وايه السر وراه مش عارفة. بس فضلت صبرة لحد ما اشوف ايه اخرتها معاه. العادة بقى في بلدنا ان العريس بيدي العروسة مبلغ تجهز بيه نفسها ليلة الدخلة، تجيب له حاجات هو نفسه في حاجات فيها زي اللانجري والبرفانات والمكياجات، حاجات كده بتبقى على ذوق العريس يعني، وتلبسها له في اوضه النوم يعني عشان تبسطه، عرسان بقى يعني، حاجات لزوم شهر العسل. كلمناه قال لا مش لازم، انا ما بحبش الحاجات دي اصلا. طب انا هدخل بيتي من غير هدوم جديدة ازاي؟ يعني حتى ابسط حاجة مش قادر يوفرها، ولا حتى حاسس انها مهمة. امال بيتجوز ليه؟ انا برضو بسأل السؤال ده، الشخص ده بيتجوز ليه؟ المصيبة الكبيرة بقى اني لما اصريت على عمل الفرح قال مفيش مشكلة نعمله. انا اتفاجئت طبعا، قلت له ازاي ما انت بتقول ما معكش فلوس؟ رد قال ما هو انا هبيع دهبك. قلت له انت عايز تبيع الدبلة والخاتم اللي انت جايبهم لي؟ طبعا انا مش ضد اني اساعد، بس الفرح ده مش المفروض انه يتعامل على قفايا انا، وانا اللي اكون خسرانة في كل حاجة. كنت كل ما افتح اي موضوع حتى لو بسيط كان بيرد دايما يقول مش معايا فلوس. طب لما مش معاك اتقدمت ليا ليه؟ جواز ايه اللي داخل عليه ده بالشكل ده؟ انا مش مادية، بس كمان مش عايزة احس اني اتحبست في حياة واحد كل حاجة مش قادر يعملها. فضلت ساكتة وجوايا نار بتحرق فيا، بس مش قادر اتكلم. قلت اصبر. وعدى اول شهر من الجواز والتاني شهر وما حصلش بينا اي حاجة. اكيد انتوا فاهميني كويس. كنا زي الاخوات، مهما البس له ومهما اعمل له ما كانش بيأثر فيه. كنت بقول لنفسي يمكن خايف، يمكن مخضوض، وكنت بحاول اتصرف بشكل طبيعي وما اقولش لاهلي ولا حتى لاهله، على امل انه يتغير في يوم من الايام. بس الحقيقة انه ما اتغيرش، وانا اللي كنت بضحك على نفسي. وفي يوم بالصدفة عرفت الحقيقة اللي صدمتني. جوزي ما بيحبش الستات. ايوه زي ما سمعتوا، ما طلعش بتاع ستات. جوزي طلع ليه اصحاب رجالة، واللي بينه وبينهم ما ينفعش يتقال. وانا اللي كنت فاكراه بخيل
هو كان بيصرف بس مش عليا، كان بيصرف في حتة تانية خالص. اما انا بقى، انا فضلت بنت بنود زي ما انا، وطلعت عايشة في كدبة. ودي كانت حكايتي، انا بحكيها عليكم علشان تتعلموا منها، ولو انتوا مكاني كنتوا هتتصرفوا ازاي. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس